السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال؟ نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. نتمنى ما نكونش غبرت عليكم بزاف. مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد اللي ان شاء الله تحضر فيه معكم الوالدة ديالي هاد الحليوة هادي ديال دوازاتاي اللي ان شاء الله تحتاج في المقادير 125 غرام زبدة، جوج ديال البيضات، واحد القبيصة ديال الملح، وكأس عنبة من السنيدة اولا السكر الخشن، مع كأس إلا ربع ديال زيت المائدة، وكأس عنبة من الكوك، واحد الخمارة ديال الحلوى فئة 8 غرام، وساشي فاني، ونصف كيلو ديال الدقيق، والشوكولا هنا للتزيين. يمكن لكم تستعملوا هذه او لا هذا بديل الشوكولا فقط، يعني احنا استعملنا لا مارغالا. ضروري هنا الزبدة تكون بحرارة المطبخ، ونقطعوها الى قطع صغيرة باش تسهل علينا الخدمة. غنضيف ليها السنيدة كيف ما كتشوفوا، والزيت تدريجيا، وغتخدمها مزيان لان حاجتها هنا انها ترجعها على شكل كريمي. انا غنحاول نسرع معكم هنايا غير باش ما يجيش الفيديو طويل وما يجيكمش الملل. صدقوني هاد الحليوه كتجي هائله، و زعما واخا المقادير بساط وهذا، ولكن راها كتجي فنه. صافي دابا ضافت الكميه اللي بقات لها ديال الزيت، كتبقى تدخل فيه غير بشويه بشويه وهي كتخدم في الزبده مع السنيده. دابا غتضيف سكر الفاني، كيف ما كتشوفوا اصبح الخليط على شكل كريمه. دابا غتبدا باضافه البيض، وغتحاول تدخل في الخليط ديال الزبده. هاد الحلوى راها سهله وسريعه التحضير. الاهم من هاد الشيء انها كتجي لذيذه، واللي كيميزها هو النكهه ديال الكوك اللي كتجي فيها رائعه، وكتعطيها واحد القرمشه اللي زوينه بزاف. هنا غتضيف الملح، ثم الكأس عنبة ديال الكوك. ما يحتاجش تحمروه لانه غيزيد يتحمر دابا في الفرن، فخليوه عادي، ما طحنوه ما حتى حاجه. وان شاء الله دابا غتبدا باضافه الدقيق. عبرات هنايا 5 الكيسان عنبه ديال الدقيق. غتضيف ايضا الخميره ديال الحلوى كيف قلت لكم، عبرات 5 الكيسان ديال الدقيق، و غنقول لكم واش استعملته كامل او لا شاط منه شي حاجه، لانه كيف كنعرفوا النوعيه ديال الدقيق كتختلف من ماركه لماركه، اذا ما يمكنش واخا انا مثلا هنا خدينا 5 ديال الكيسان، يمكن يهز لكم الخليط اكثر ويمكن اقل على حسب النوعيه ديال الدقيق.
تبقاو تجمعوا فيها بهذا الشكل هذا حتى ما تبقاش تلصق في اليد. يعني هنا كيصبح القوام ديالها جاهز كيف ما كتشوفوا كيفاش كيجي. خصها تبقى هشيشه، يعني ما خصناش نقصحوا العجين بزاف، غير ما يكونش يتلصق في اليد. كيف ما كتشوفوا كنلعبوا به كيف ما بغينا. هنا الحلوى خدت لينا 4 الكيسان وربع من بعبار كاس العنبه كيف ما كتشوفوا. صافي هنا راه بدات الخدمه، كترش سطح العمل وكدير واحد الكره اللي غتبسطها بهذا الشكل هذا. كتحاول تجمع ليها الجناب باش ما تشققش وما يضيعش العجين. هنا السمك كيبقى على حسابكم، واش بغيتوها تجي رقيقه اولا تجي غليظه. حنا هنا درناها بحجم متوسط كيف ما كتشوفوا. دابا غتاخد واحد الشوكه اولا واحد الفورشات وغتحاول دير تشنتفها بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. حاولوا ما توصلوش الفرشة حتى لتحت، غير من الفوق. هذاك الزائد اللي غيطلع الفوق ديال العجين كيف ما كتشوفوا. ففي الاخير كتنزلوا بالشوكه كيف ما غتوريكم. كيف قلت لكم حاولوا تنزلوا الزائد كيف ما كتشوفوا دابا، غير باش ما كطيحش ملي نديروا المقطع. هي غتحتاج هاد جوج ديال المقاطع، ولكم الاختيار. اللي بغى يدير الهلال مباشره واللي بغى يتحكم في الحجم ديال الهلال فيستعمل الدائري. هنا القطاعه الدائريه كتخليكم تتحكموا في الحجم، واش بغيتوا الهلال يجي صغير ولا رقيق ولا يجي الحجم ديالو كبير. هنا فرشات واحد الورق ديال الطبخ في الطاوه ديال الفرن. صافي وغتبقى تشكل هلال بهذا الشكل هذا. راه سريعه هاد الحلوى هذه. صافي العجين نجمعوه بهذا الشكل، نحاولوا ما ندلكوهاش. غتعاود معكم دابا نفس الطريقه،
وهاد المرة غتستعمل القطاعة الدائرية حتى هي كتجي زوينة وسهلة. وانا شخصيا كتعجبني نخدم بهاد القطاعة الدائرية، كتجيني احسن في الخدمة لانني كندير بها انا الشكل اللي بغيت والحجم اللي بغيت. هنا من بعد ما شكلنا جميع القطع فندخلوهم للفرن ساخن، نشعلوا عليهم غير تحت حتى يتحمروا وننزلوهم يتحمروا من الفوق ونرجعوا معكم. وهذه الحلوى من بعد ما تحمرات اللون ديالها كيجي مذهب وزوين. دابا غندير واحد الملعقه صغيره ديال زيت المائده على هاد القطع ديال الشوكولات، وندوبهم بهذا الشكل هذا. كيف قلت لكم يمكن لكم تستعملوا حتى الشوكولا البيضاء صافي ودارتها فواحد البلاستيكه غدا دوز خطوط. هاد الحلوى راها ساهله ماهله وغتعجب الوليدات ديالكم ان شاء الله. راه كتجي بحال البسكوي لان كيف قلت لكم هذاك المذاق ديال الكوك كيجي فيها هائل، كيجي عاطي فيها واحد الطعم اللي طفولي اللي كنشوف لي بسكوي اللي كنا كناكلو زمان. صافي كتبقى بسرعه كدوز واحد الخطوط بهذا الشكل هذا وهي الحلوى واجده. اللي بغى يدير شي اضافات يديرهم، اللي بغى يزيد الشوكولا البيضاء يزيدها حتى هي كتعطي واحد المنظر هائل. وهي الحليوه ديالنا واجده كتجي رائعه رائعه، نتمنى تجربوها. كيجي المنظر ديالها زوين وتليق هكا في الكوتي دواز اتاي، رائعه فعلا. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنسوناش من الدعاء، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الزر ديال الجرس باش يوصلكم اي جديد ديال الفيديوهات ديالنا. وما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتخليو لنا كومونتير كيف جاتكم الحليوه، واللي جربتها تخلي كومونتير. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.